التقليد هو تنقل شي حاجة كما هي، ما تبدل فيها والو، تنقلها بالحرف. اما الانسبيراسيون او الالهام هي تاخذ الفكره ديال شي حاجه وتبدل فيها، ديرها باسلوبك الخاص او لا تزيد عليها شي حوايج او لا تنقص منها شي حوايج. باش نوصل لكم الفكره كما هي، اليوم غندويو على البرنامج الجديد اللي كتعرض على القناه الثانيه دوزام، برنامج باحث الاستراحه. اليوم غنشوفوا واش هذا البرنامج جاب فكره جديده او لا فقط تقليد لبرنامج كوميديا شو كما كيقولوا بعض الناس، ونشوفوا واش البرنامج نجح بكاع الشروط ولا لا. اش من شروط؟ خاصنا ضروري نحطوا شروط اللي الا تحققوا في هذا البرنامج يعني البرنامج ناجح بامتياز. الشرط الاول اختيار الضيوف، وهذا كيشمل راحه الضيف وانسجام ديالو مع الدراري الكوميديين الى اخره. الشرط الثاني الراحه البصريه، المشاهد خاصو يكون مرتاح وهو كيتفرج، خصوصا ان البرنامج كيتعرض السبت بالليل، العائله مجموعه، حتى واحد ما خدام حتى واحد ما قاري، وصباح الحد ما كاين حد. وهذه الراحه كيدخل فيها حتى الاستوديو، البلاطو اللي كصوروا فيه، والالوان والموسيقى والتصوير الى اخره. الشرط الثالث الافكار، خاصنا نعرفوا واش الافكار اللي كيجيبوا افكار جديده ولا افكار ديجا مستهلكه، وهذا كيشمل فقرات البرنامج وبعض النكات ولا النويطات اللي كتلقوا. الشرط الرابع والاخير وهذا اهم شرط، الضحك والنكات والسكتشات. واش بصح داك الشيء كيضحك، واش يقدر يضحك الكبير والصغير، اولا داك الشيء غير حموضه في حموضه. وفي الاخير غادي نقولوا الايجابيات والسلبيات البرنامج بكل صراحه. بالنسبه لي انا نبداو بالشرط الاول، غادي نعتمدوا فقط على جوج حلقات اللي ديجا كاينين. الحلقه الاولى صادفوا فيها الممثله فضيله من موسى. بالنسبه للبرنامج كاع اللي خدامين فيه من الدراري ديال الايموراجي، وهي ديجا كانت خدامه معاهم وخدمت معاهم حتى في ولاد علي. في هذه الحاله الضيفه غادي تكون واخده راحتها اكثر ومنسجمه مع الدراري الكوميديين، حيث بكل بساطه موالفاهم. وهذه نقطة كتجي لصالحهم أنهم داروها هي أول ضيفة يفتتحوا بها البرنامج. نفس البلان ديال الحلقة الأولى من كوميديا الشو اللي استضافوا فيها محمد الخياري، اللي ديجا حتى هو موالف الدراري ديال الكوميديا، بحق أنه كان من لجنة التحكيم. في هذه الحالة ما قدرتش نحكم حتى تخرج الحلقة الثانية، واللي استضافوا فيها الممثل عبد الخالق فايد، وكيبان حتى هو واخد راحته في البرنامج ومنسجم معاهم، وهذا بسبب أنهم كيتشاركوا في نفس الدومين اللي هو الضحك والكوميديا. في الحلقة الثالثة صادفوا العداء سفيان بقالي، اللي بان حتى هو مرتاح وخد الريح الشومي شويه. ولكن لاحظت واحد الحاجه اللي ما عجبتنيش، واللي هي ما كيخليوش الضيف يدوي. وقت ما الضيف كيبغي يدوي كيقاطعوا شي واحد من الدراري بشي نكته ماشي حتى في بلاصتها اصلا. صافي يا خاص نور الدين، صافي الله يحفظك، خلينا نسولو سيدي. وائل يلا يا سيدي. صدقت لك ولا واش عمرني عاديت شي واحد؟ لا. واش عمرني عايرت شي واحد؟ لا. واش عمرني ضربت شي واحد؟ لا. وعلاش ضربني البرد؟ ولكن واخا هكاك كيبان بلي الضيف فرحان معاهم وتا هو كيضحك ومنسجم معاهم، فكيبان لي بلي الشرط الاول تحقق. الشرط الثاني المشاهد وهو كيتفرج ضروري خاصو يكون مرتاح، وبسبب هذه الراحه هي اللي غتخليه يتفرج في الحلقه من الاول حتى الاخر. هذه الراحه راه كتشمل الاستوديو والالوان والموسيقى والتصوير والجرافيزم الى اخره. نبداو بالاستوديو اولا البلاطو اللي جاني انا بحال كنتفرج في شي مسرحيه. طالس حتى هو قالها في واحد الانترفيو. اول مره غادي نديروا شي حاجه بحال هكا اللي فيها ما بين المسرح وما بين الحوار وليزانترفيو مع الضيوف اللي كيكونوا معنا في الحلقات. عموما الاستوديو زوين، واخا جاني صغير شويه كتحس به مضيق. عجبني كيفاش وظفوا بعض الكلمات والجمل اللي ديما كنشوفوهم في الضحك والكوميديا. الالوان زوينين، واخا كتلقى بزاف الالوان كتحس بهم ما مرتبينش مع بعضياتهم اولا ما منسجمينش. كتلقى الزرق مخشي مع الليموني وكذا. فهمت اش بغاو يديروا، هو ان كل محل عنده التيم ديالو الخاص، لا من الالوان لا من الديكور الى اخره. مي واخا هكا كتحس بالالوان شي مخشي في شي. المهم صراحه الالوان ما عجبونيش بزاف. الالوان زوينين، مي ما عجبنيش هو داك التداخل في الالوان وكثره الالوان بزاف، كحس بداك الشيء طفولي. الموسيقى برئاسه نور الدين اللي كتحس به مشهور ما عرفتش علاش. شوف غير الشوفه ديالو في الكاميرا كتحس به بحال شي واحد كتعرفه ولكن ما عرفتش علاش. الموسيقى مزيانه مقبوله، الموسيقى التصويريه ولا الموسيقى اللي كتستعمل في البرنامج الداخل مزيانه مقبوله. عجبني كيفاش وظفوا الالات الموسيقيه المغربيه في الموسيقى ديال الجرينيك اولا الانسترو ديال الجرينيك، بحال الطريجه والدربوكه وكذا. بالمناسبه راه تريبل 7 هو اللي صاوب الانستري، وحاطري اللي عنده في انستغرام كيبين كيفاش صاوبوا، بغض النظر على الكلمات والغناء اللي كنظن ايوب ادري هو اللي دارهم، حيت عنده خلفيه محترمه على الغناء والكتابه وكذا. التصوير اللي الصراحه عجبني بالخصوص في السكيتشات اللي كيمثلوا، زوايا التصوير داكشي هربان بالرجوله، وزيد عليه حتى الجرافيزم او المؤثرات البصريه اللي هربانين الصراحه. وعرفت علاش هربانين من اللي عرفت شكون خدام عليهم، واللي هو كمال تاويل خو عادل تاويل. ما عرفتش واش هو اللي خدام عليهم في السكتشات اللي كنقصد ولا خدم غير على الجينيريك. خدمته نقيه، ما عرفتش واش هو بوحدو اللي خدام على هذه المؤثرات ولا معاه شي واحد. وبهذا كيكون الشرط الثاني تحقق حتى هو. الشرط الثالث الافكار اللي كيجيبوا الاغلبيه فيهم مستهلكه،
فمثلا الاسماء ديال الفقرات بصح باللي هذا الكونسيبت ديال ياخذ كلمه عاديه كيكونوا عندها جوج المعاني بحال الفقره ديال التشهير، فانا ما كيقصدوش بها التهمه ديال التشهير ولكن كيقصدوا بها الاشهار، اولا مثلا بحال فقره تقليد عليك، فقره كيقلدوا فيها البرامج، اولا نيت البرنامج اللي قلدوا اللي هو جام شو اللي رجعوا سميتو للجام شو، كيكونوا اختلافات بساط ولكن كيصرعوهم من ناحيه الضحك وكذا. هذا الكونسيبت ديال ياخذ كلمه يبدل فيها وكذا كونسيبت قديم من ايامات كوميديا الشو، ولكن واخا هكاك عرفوا كيفاش يوظفوه في هذا البرنامج. وحنا باقيين في الافكار، هذه الفكره ديال البرنامج بحد ذاتها ديال برنامج مجموعين فيه بزاف الكوميديين وكل واحد يلغي بالغاه وكل واحد كل واحد نويطات كيضحكوا في وسط البرنامج، فكره ناضيه ولكن حتى واحد ما ينكر باللي ماخوذه من برنامج كوميديا الشو، برنامج اللي جاب هذه الفكره لاول مره في التلفزه المغربيه، برنامج اللي وانت كتفرج بحال كتفرج في مسرحيه. فبالنسبه لهذا الشرط الثالث ما توافقوش فيه، حيت اغلبيه الافكار ماشي ديالهم او لا واخدينها ومعدلين عليها شي حوايج، بغض النظر على الفكره ديال الاستوديو ديال العائله اللي بغات تخرج تفوش شويه كيمشيو لشي ستاسيون ياكلوا الشوا وكذا كما قال طاليس. الهدف من هذا الشيء كامل هو اننا نبيعوا واحد الفراجه عائليه للمغاربه وجبنا لهم ديكور ديال، لانه العائلات المغربيه دابا فاش يبغوا يخرجوا الويكاند ولا شي حاجه كيمشيو كاملين للستاسيون شو الكفته بريري الداتاي. هذه باينه الفكره ديالو وبصح الفكره زوينه، وزعما الضيف شاد الطريق وملي يبغي يستراح غادي يدخل لباحه الاستراحه، وعاد بعض الاسئله اللي كطرحوا على الضيف كيخصوا البيرمي والطريق، والاسئله كيكونوا في اطار كوميدي الى اخره. كيبان لي واقيلا هذا الشرط توفقوا فيه شويه ماشي بزاف. المهم ندوزو للشرط الرابع واللي هو اهم شرط، بما ان البرنامج برنامج ترفيهي هذا كيعني انه خاصو يكون كضحك، وبما انه برنامج عائلي هذا كيعني انه خاصو يكون كضحك الكبير والصغير. البرنامج بلا كذوب فيه شي نويطات اللي ماشي حامضين وحامضين بلا ما نكذبوا، كاينين شي حوايج كيضحكوا بصح ولكن اغلبيه فيهم غير حموضه. واخا اللعيبه اللي عجبتني انهم كيطبقوا القاعده ديال وسط الضحك كاين القرايه، مره كيوعيو الناس على مثلا الماء ما يضيعوش والجفاف والقضيه الغلاء الاسعار. فبالنسبه للضحك كاين ماشي ما كاينش ولكن قليل، الكتابه ناقصه نوعا ما، بالعكس في السكيتشات اللي كيمثلوا اللي مقبولين الصراحه، على الرغم من دوك الارتجالات ولا الاخطاء اللي كيديروا اللي كيجيوني انا كضحكوا اكثر من داكشي اللي كاتبين، بغض النظر على السكيتشات ولا الاشارات اللي كيمثلوا واخا حامضين ولكن كيضحكوا بالرجوله. فبالنسبه لي انا الشرط الرابع الصراحه ما توفقوش فيه. البرنامج بالنسبه لي انا فيه بزاف الحوايج اللي زوينين عجبوني كما قلت لكم، بحال التمثيل اللي كيمثلوه اولا الاشارات اللي كيديروهم بالطابع ديالهم بغض النظر واش داكشي كيضحك ولا لا. من الحوايج اللي عجبوني هما اللقطات اللي كيرتجلوا فيهم، كما قلت لكم كيضحكوني اكثر من داكشي اللي كاتبين، لقطات ناضين لدرجه كيضحكوا عليها حتى هما. واخا يعني الا ما خفتش نكذب استاذ، التيست الاول ما كيبان ليا والو غادي نرجع نضحك. من الاحسن بغيت والله. نشخص شي لا شويه. لا ارجع. الله يحفظك. بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الصراحه وشنو؟ ايوب طلق من ايوب. وكيعجبني الشخص اللي كيهتم حتى بالتفاصيل، على سبيل المثال اللقطه اللي ضرب فيها طاليس قرطاسه في السماء والحمامه اللي طاحت حداه زعما جات فيها القرطاسه، تفصيل قليل اللي شافو ولكن زوين عجبني الصراحه. ولكن كما كاينين شي حوايج زوينين اكيد كاينين شي حوايج خايبين بحال التقديم او التنشيط. بالنسبه لطاليس كوميدي ما عنده حتى علاقه بالتنشيط، كيبان ليا ما توفقش في هذه الحاله، ويمكن هذه اول مره كيقوم فيها بالتنشيط. الاسئله اللي كيطرح راه بزاف الاسئله لا علاقه، بصح البرنامج كوميدي خاص الاسئله يكونوا كوميديين، ولكن واخا هكاك يكون على الاقل بحال دوك الاسئله يطرحوهم غير الدراري الاخرين ماشي طاليس بحكم انه هو المنشط. ثاني حاجه واللي هي الضيف كيكون بعض المرات متفق معاهم على بعض المشاهد، بحال في الحلقه ديال فهيد اللي تفضوا في الاستوديو كيشعل الضوء كيلقاو فجاه الضيف دخل، بصح بغاو يديروا التقديم الضيف بطريقه كوميديه، ولكن حبذا لو ان الضيف يكون بحال المشاهد يكون ما في خبارو والو من النكت والسكتشات اللي كيوقعوا. ثالث حاجه واللي هي الجمهور، تقول لهم السلام عليكم مرحبا بكم هادشو بزاف الجمهور عيب. رابع حاجه هذا مالو، بصفه عامه كيبان من جوج حلقات اللي دازو برنامج ناجح، غير خاصهم يصلحوا بعض الاخطاء اللي كيديروا ويجيبوا افكار جديده ماشي مستهلكه، ومزيان يديروا برنامج بحال هكا ديال الضحك، حيت عندنا خصائص في بحال هاد البرامج ومجموعه فيه كوميديين اللي صراحه كيضحكوا ماشي بزاف ولكن مزيانين. وعاد الدراري ديال الايموراجي من ايمتى هما كيديروا القضيه ديال وسط الضحك كاين القرايه، كيوصلوا رسائل اللي مهمين غير بالضحك، فهاد الشيء مزيان الصراحه. وما عرفت واحد البلان اللي انا المهم جاني الفضول انايا وبزاف الناس جاهم الفضول، هو انه علاش يسار ما معاهمش. المهم انا كنقول يقدر يكون تخاصم مع ايموراجي داكشي علاش ما مدخلش معاهم، حتى شي اللي دخل معاهم غادي يكون واحد الاضافه اللي ناضيه. المهم كما انا عطيت الراي ديالي، حتى انت عزيزي المشاهد عطيني الراي ديالك في التعليقات على البرنامج واش عجبك ولا لا. دابا يجيك في التعليقات يقول لك واحد لا انا ما كنتفرجش في التلفازه حيد لي داكشي حموضه. اخويا رخف راسك شويه، رخف راسك شويه. لايك وسبسكرايب ونتلاقاو في الفيديو الجاي.